الزمالك غريمي اتغلب من انبي 1-0. يا وبيقول الجمهور الاهلي ما تزعلش، انا كمان اتغلبت لك عشان احنا الاتنين حبايب. يا وكمان السيتيزن اتغلب من ريال مدريد 3-0 في دوري ابطال اوروبا. اخوكم هيثم كروي السينمائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، والله مش هتخسر اي شيء. واصحابنا اللي في التيك توك خش على اللينك بتاع اليوتيوب واشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. وكمان اليوتيوب قال ان الاشتراك في القناه مجانا، ولو حبيت الخير لغيرك بامر الله الخير هيجي لك كده كده. اشتركوا معانا في قناه اليوتيوب. طبعا نادي الزمالك اتغلب 1-0 من نادي انبي في مباراه صراحه النادي الزمالك ما لعبش حتى بنسبه 20%. نادي انبي هو كان ليه الغلبه والاستحواذ، وكان هو اللي يمتلك خط الوسط تماما. كابتن معتمد جمال ما لعبش خالص، ما شفتش اي تكتيك منه خالص. يعني انت بتغير احمد ربيعه وسط الملعب بتغيره، وكمان محمد السيد غيرته هو كمان. ومحمد شحاته كان مطرود الماتش اللي فات، يعني مش موجود. فانت مين عندك خط وسط اصلا؟ عشان كده ماتش يعني الزمالك كان رايح منه الماتش خالص بسبب خط الوسط بتاعه. وكان في هجمات مرتده لنادي انبي واستحواذ صراحه. يعني اول ضربه جزاء جت في الدقيقه 15 لنادي انبي، وكانت اعتقد هي مستحقه وسجلها احمد العجوز. وبعدها في الدقيقه 33 محمد سيد بيعمل تاكلينج غريب قوي بغشوميه وتسرع، بياخد الولد يعني مقص كده اهو، وبتحتسب عليه ضربة جزاء. وصراحة هي مستحقة برضو، ولكن بتيجي في العارضة. وهجمات مرتدة غريبة قوي من نادي انبي وفرص ضايعة. يعني اخوان بزيرة بس هو اللي جات له فرصة واحدة، وهو يعني كان مراقب تقريبا من اتنين. ويعني هو الوحيد اللي كان ظاهر في نادي الزمالك مع الحارس طبعا هاني سليمان. لكن يعني شابوه رجاله نادي انبي وكابتن يعني حمزه الجمل. شابوه بصراحه لعب ماتش حلو قوي فعلا. المصري اما يلاعب مدرب مصري قصاده بيلعبوا بقى على الفكر بقى. فهو كابتن حمزه الجمل هو اللي تغلب. يا جماعه انتوا يعني في شويه فرص. يعني في الدقيقه 67 شوفوا في الاعاده، يعني هاتوا كده الدقيقه 67 مدافع الزمالك مطلع كوره من على الخط، والله من على الخط. يعني نادي انبي كان ليه هجمات وهجمات مرتده يعني حقيقيه 100%. يعني انا ما شفتش نادي الزمالك لعب حتى عبد الله السعيد بيلعب لحد الدقيقه 95. ده برده من غلطات كابتن معتمد جمال. عبد الله السعيد بقى من عمر عتيه معدي 40 سنه وبيتقعدوا لحد الدقيقه 95، بغض النظر ان هو جاب ضربه جزاء والكلام ده. بس مش كده كوتش، يعني المفروض يبقى فيه فليكسيبل في التغييرات. بنتايج زي ما هو ناحيه الشمال وفتوح. لكن عموما انا كاهلاوي مبسوط جدا. النادي الزمالك حبيبي وغريمي ما زعلنيش واتغلب برضو زي ما انا اتغلبت، عشان قال لي والله العظيم يا اهلاويه ويا هيثم لا هتغلب لك عشان ما تزعلش.